السلام عليكم جمهوري العزيز. لو دي أول مرة تدخل القناة فأنت هنا في المكان اللي كل قصة فيه ممكن تخليك تبص وراك قبل ما تنام. النهاردة مش جاي أحكي لكم قصة سمعتها من حد ولا قصة متداولة على النت. النهاردة هحكي لكم عن ليلة حصلت لي أنا شخصياً، ليلة دخلت فيها مكان ناس كتير بتخاف حتى تنطق اسمه، مشرحة زينوم، المكان اللي كل يوم بيدخلوا أموات. لكن اللي اكتشفته هناك إن مش كل اللي جواه ميتين فعلا. قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك، واكتب لي في الكومنتات أنا مستعد للرعب، علشان أعرف مين اللي هيكمل القصة للآخر. أنا عمري ما كنت بخاف من أي حاجة، كنت دايما بحب الأماكن المهجورة، الهدوء الغريب، الضلمة، الإحساس إنك لوحدك وسط مكان مليان أسرار. بس في ليلة كل حاجة اتغيرت. كان عندي صاحبي اسمه كريم كان شغال عامل نظافة بعقد مؤقت في مشرحة زينهم، وكل مرة نقعد على القهوة يقول لي: يا أحمد، المكان ده مش طبيعي. وأنا أضحك وأقول له: يعني إيه؟ هتطلع لي جثة تمشي مثلا؟ لكنه المرة دي ما بيضحكش، بصلي وقال بصوت واطي: في حاجة هناك بتتحرك بالليل. الكلام دخل دماغي، خصوصا إنه كان مرعوب بجد. فضلت أزن عليه لحد ما وافق يدخلني معاه ليلة، وقال لي: بعد الساعة 2 بالليل محدش بيقعد هناك غير 2 حراس. وفي الليلة دي رحت. غريب، حتى الشارع حوالين المشرحة كان هادي بطريقة تخوف. أول ما قربنا من الباب الحديد الكبير سمعت صوت احتكاك حديد، كأنه حد بيجر سلسلة على الأرض. بصيت لكريم، لقيته بيتجنب يبص ناحية الصوت. دخلنا. ريحة المكان كانت تقيلة جدا، ريحة مطهرات ممزوجة بحاجة تانية، ريحة تخليك حاسس إن نفسك مكتوم. الممر طويل، والنور الأبيض بيطفي وينور كل شوية، وصوت التكييف القديم عامل صفير مرعب. وأنا ماشي كنت حاسس إن حد بيراقبني. وصلنا عند باب معدني كبير. كريم وقف وقال: هنا التلاجات. أقسم بالله أول ما الباب اتفتح جسمي كله سقع. صفوف طويلة من الأدراج المعدنية، كل درج عليه رقم، وفي هدوء مرعب لدرجة إني كنت سامع نفسي. فجأة طق، صوت واضح جدا. بصيت ناحية الصوت، لقيت درج بيتحرك سنة صغيرة لوحده. ضحكت بتوتر وقلت: يمكن مش مقفول كويس. لكن كريم كان وشه أصفر. قربنا من الدرج، وكل خطوة كنت حاسس إن رجلي أتقل. ولما شدينا الدرج كان فاضي، لكن كان في آثار إيدين مبلولة جوه الدرج، كأن حد كان نايم فيه وخرج حالا. قلبي بدأ يدق بسرعة، بس حاولت أمثل الشجاعة. وفجأة سمعنا صوت خبط بعيد جاي من آخر الممر. كريم همس: أوتلك. الصوت بدأ يقرب لحد ما وقف فجأة. سكتنا ثواني، وفجأة سمعنا صوت نفس، حد بيتنفس قريب جدا، لكن المكان كان فاضي. بصيت ناحية المراية المعدنية اللي على الحيطة، وشفت حاجة عمري ما هنساها.
كان في راجل واقف ورانا، طويل، هدومه شبه لبس المرضى، ووشه شاحب بشكل مرعب. لفيت بسرعة، ما لقيتش حد، لكن في المراية كان لسه واقف. وأول ما بصلي ابتسم، ابتسامة واسعة بطريقة مستحيل تكون طبيعية. صرخت لكريم: اجري! وجرينا فعلا. واحنا بنجري في الممر النور بدأ يطفي كله ورا بعض، وفي كل مرة النور يشتغل كنت أشوفه أقرب، مرة عند آخر الممر، مرة في النص، ومرة كان واقف قدامي تقريبا. وشه كان باهت وعينيه سودة بالكامل. وقع كريم على الأرض وهو بيصرخ، ولما رجعت أشده سمعت صوت جنب ودني مباشرة: ليه دخلت هنا؟ الصوت كان بارد بطريقة مستحيل أوصفها. جريت ناحية الباب الرئيسي وكنت حاسس إن في حد بيجري ورايا. ولما خرجت أخيرا للشارع بصيت ورايا، ما لقيتش أي حد، لكن كان فيه بصمة إيد مبلولة على ظهري. تاني يوم حاولت أكلم كريم، لكن رقمه كان مقفول. رحت أسأل عليه، عرفت إنه ساب الشغل واختفى. ومن يومها كل ما أنام أشوف نفس الراجل واقف في آخر أوضتي ويبتسم. ولو القصة عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. ولو حابين قصص أكتر عن أماكن مرعبة حقيقية في مصر اكتبولي في الكومنتات المكان اللي تحبوا تسمعوا عنه المرة الجاية. وكان معاكم أحمد، واشوفكم في قصة جديدة، بس حاولوا تناموا والنور مفتوح.